بيقولوا إن الحيطان ليها ودان، بس المهندس عصام عرف متأخر قوي. الحيطان في شقته جعانة. عصام افتكر إن بشوية طوب وأسمنت هيقدر يدفن صراخ نادية للأبد. افتكر إن الهدوء بيتشري بالدم. نادية ما ماتتش، نادية هي بقت الشقة، وبلاط الصالة بقى بيتحول لطينة بتسحب كل اللي يدوس عليها. بيروح المزاد الأسود. 5 أجزاء من الرعب الصافي، من الجريمة لمحكمة الأرواح، لحد اللحظة اللي هينزل فيها عصام حي عشان ينام في حضن جثتها تحت الأرض للأبد. لو دست على بلاطة في بيتك ولقيتها بتتحرك اجري، لأن نادية ما بقتش وحيدة تحت الأرض. عصام مستنيكم. الهدوء في التجمع بالليل ما بيبقاش مجرد سكون، بيبقى تقيل، كأنه غطا كفن مفروض فوق الفلل والقصور. في قلب شقة المهندس عصام الهدوء كان له طعم المعدن والدم. عصام واقف وسط المطبخ، عيونه شحبة ونفسه طالع نازل، كأنه كان بيجري في سباق الموت. والحقيقة إنه فعلا خلص سباقه، بس مع مين؟ مع زوجته نادية. قدامه في ركن المطبخ ورا التلاجة في جدار، حيطة مبنية. عصام ماسك المسطرين بإيد بترتعش، بيفرد المونة السودة فوق قوالب الطوب. كل طوبة بيحطها كان بيضغط عليها بكل قوته، كان بيخنق صوت نادية اللي لسه بيرن في ودان. الطوبة الأولى غطت رجليها، التانية فستانها، التالتة وشها اللي كان بيبصله بنظرة عتاب جمدت الدم في عروق. عصام خلص الجدار، مسح عرقه بإيده اللي كلها دم، بص للجدار بنظرة انتصار مريض، وقال لنفسه إن السر اندفن للأبد. دخل الحمام، غسل إيده بهستيريا، صابون، كلور، بس في حاجة ما كانتش بتتمحي: ريحة نادية، العطر المفضل بيفوح في الحمام، ريحة نفاذه حنفية كأنها بتدخل جوه رئته يقفلها. طلع عصام للصالة، رمى جسمه على الكنبة، حاول يغمض عينه، بس الشقة مش عايزة تسكت. صوت ساعة الحائط بقى مرعب، تروس بتطحن بعضها كأنها بتطحن في عظم. فجأة سامع صوت خربشة خفيف، خربشة ضوافر بتتحرك ببطء ورا جدار المطبخ. عصام انتفض من مكانه، قلبه بدأ يدق، صوته ريقه وهو بيبلعه كأنه مسموع في وسط الصمت. رجع المطبخ وهو بيرتعش، وجه كشاف الموبايل على الجدار. جدار سليم، مفيش فيه أي حاجة،
بس في حاجة غريبة، الأسمنت الطري بيعرق سائل أسود بدأ ينز من بين الطوب، وبدأ يرسم على الحيطة شكل إيد صغيرة، إيد بتمتد ناحية الصالة. عصام رجع لورا، خبط في السفرة، فجأة سمع الهمس، همس همس طالع من كل ركن في الشقة. صوت نادية المكتوم كأنها بتغرق في مية تقيلة. عصام، عصام، الجدار ضيق أوي يا عصام، أنا سقعانة، دخلني الأوضة، دخلني جنبك. عصام فقد عقله، بدأ يصرخ في الفراغ، يحدف الكراسي في الحيطان، يفتح الشبابيك ويقفلها بهستيريا. انتي متي، انتي خلاص. بس الرد كان ايه؟ كان ضحكة مرعبة جاية من جوه الدولاب في أوضة النوم. راح يجري على الأوضة، فتح الدولاب، ملقاش حد، بس لقى هدوم نادية كلها مبلولة بالدم وريحة الياسمين بتاعتها. بص في المراية لقى التسريحة، شاف الكابوس، شافش انعكاسه، شاف نادية واقفة وراه بالظبط، وشها كأنه عبارة عن كتلة من الأسمنت المشقق، وعيونها كانت فتحات ضلمة بتنز السواد ده على كتافه. مالت عليه، وبنفسها البارد لمست ودنه وهمست بكلمات خلت ركبه تخبط في بعضها. يا عصام، أنا مش لوحدي ورا الجدار، أنا جيتلك، كلهم جايين، المزاد بدأ، وانت الطلبية يا عصام. عصام حاول يهرب من الصالة، بس اكتشف ان الشقة ملامحها اتغيرت. الابواب بقت بتفتح على حيطان سد، الصالة بقت عبارة عن ممر ضيق ملوش اخر، والبلاط تحت رجله بيهبط. البلاطة اللي واقف عليها بدأت تتحرك لتحت ببطء، وكأنه في ايدين ميتة بتسحب رجله لجوه الارض. صوت الخبط ورا جدار المطبخ زاد، والطوب بدأ يعلى لوحده وراه. ما كانش في مطبخ، كان في سرداب ضلمة، ريحة تراب من جوه طلع آلاف الإيدين اللي بتنادي باسم عصام. الليل لسه في أوله، والرحلة لتحت الأرض لسه ما بدأتش. عصام ما كانش يعرف إن الجدار اللي بناه هو الباب اللي فتحه الجحيم. الساعة دقت 4 الفجر، الضلمة في شقة عصام بقت تقيلة لدرجة إن الكشاف في إيده ما كانش حاسس بيه. عصام واقف في الشقة، اسمه متخشب، عيونه بتلف في كل ركن. السكوت السكوت اللي كان بيتمنى يحصل تحول لطنين، طنين في ودنه، صوت نحلة، صوت زنة جوه دماغه بتكبر وتكبر لحد ما بقت صرخة مكتومة ما بتخلصش. عصام حاول يفتح باب الشقة، شد المقبض بكل قوته، بس الباب مكانش مقفول. الباب كان ملحوم في الحيطة كأنه جزء من الخرسانة. عصام بص من العين السحرية، ما شافش الممر بتاع العمارة. عارفين شاف ايه؟ شاف بحر من التراب الناعم، تراب المقابر، بيتحرك ببطء كأنه موج بحر. رجع لورا وهو خايف مرعوب. فجأة حس بحاجة طرية تحت رجله، بص في الأرض، لقى شعر طويل اسود ناعم، نفس شعر نادية اللي كان بيحبه زمان. عصام صرخ وبدأ يشد رجله بهستيريا، والشعر بيلف حوالين رجله ويشده لتحت. سيبي رجلي، انت عايزة مني ايه؟ الرد ما جاش من اللسان، الرد جه من الحيطان نفسها. الحيطان بدأت تطرى وتتحول جلد بشري، المسام بتتفتح، وعرق بارد بدأ يطلع منه ريحة الياسمين والعفن.
وفجأة الصور اللي كانت متعلقة على الحيطة لصور فرحهم، ملامح نادية فيها بدأت تسيح، وبدأ يظهر مكانها وشوش تانية، وشوش ناس عصام نسي أساميهم، بس هم ما نسيوش غدره. هيظهروله. ظهر له أول حد المعلم سيد، ده المقاول اللي عصام غشه في حساباته ومات بجلطة من القهر. وظهرت ليلى، البنت اللي عصام دمر مستقبلها بكدبة عشان ياخد مكانها في الشركة. الوشوش بدأت تخرج من البراويز، رؤوس ممسوحة مفيش ملامح بتتحرك في الهوا، وبدأت تهمس في ودن عصام بصوت واحد: المزاد بدأ يا عصام. الجدار اللي ورا التلاجة بدأ يتشقق بجد المرة دي. عصام جري على المطبخ، لقى الطوب بيقع لبره، كأن في قوة غاشمة بتزقه من جوه. من ورا الشقوق بدأت تخرج صوابع رفيعة، ضوافرها مكسورة ومتغطية بأسمنت ناشف. الصوابع بدأت تمسك طرف الحيطة وتشد. الفتحة وسعت. عصام شاف عين واحدة بتبص له من الفتحة، عين نادية، بس ما كانتش عين بشرية، كانت فص من الزجاج المكسور بيلمع بضوء أحمر شيطاني. الجدار ما كانش سجن، صوت نادية الهمسي بقى مالي المكان، كأنه جاي من مكبرات صوت خفية. الجدار كأنه حضانة: أنا كبرت هنا، أنا شفت كل اللي عملته وأنا نايم ورا الطوب. المزاد النهاردة مش على عفشك، المزاد على روحك، وكل واحد من دول له حتة فيك. عصام لقى نفسه بيترفع في الهوا بغير إرادته، ايدين خفية بدأت تشرح في هدومه وترسم علامات بالأسمنت على صدره وظهره، كأنه ذبيحة بتتجهز للسلخانة. ليلى بدأت تزايد على قلبه، والمعلم سيد بدأ يزايد على عينه. والضحكة اللي سمعها في الجزء الأول ظهرت صاحبتها، بنت صغيرة بملابس مقطعة ماسكة في ايديها منشار وبتقول بصوت بريء: أنا عايزة صوابعه عشان ألعب بيهم. عصام حاول ينطق الشهادة، حاول يفتكر أي آية قرآنية، بس لسانه كان مربوط بخيوط من شعر نادية. بص للأرض، لقى البلاطة اللي تحت السفرة اتفتحت وبان منها سلم نازل لتحت، سلم درجاته معمولة من عظم بشري مرصوص بدقة. نادية خرجت بالكامل من الجدار، جسمها نصه لحم ونصه أسمنت، شكلها كان يفزع. قربت من عصام ومسكت وشه بإيدها وقالت له: لسه يا حبيبي، لسه الحفلة ما خلصتش، احنا لسه في الدور التاني، السلم ده بيودي المخزن الحكايات، تعالى وريني هتعتذر ليهم ازاي. عصام بدأ يتجر ناحية السلم وهو بيصرخ صراخ ملوش صوت، وكل ما ينزل درجة الدرجة اللي فوقيها تختفي والضلمة تبلعه أكتر وأكتر. ريحة الياسمين تحولت تماما لريحة كيماويات، معامل تشريح. وفجأة سمع صوت منشار كهربائي بيشتغل في القاع، وصوت نادية بتقوله: أول قطعة هتتباع هي لسانك، عشان السكوت اللي كنت بتتمناه يتحقق للأبد. الرحلة لتحت الأرض بدأت، وعصام اكتشف إن الموت ما كانش نهاية عذابه مع نادية. الموت كان مجرد البداية. عصام ما بقاش عارف هو فين. السلم اللي كان نازل عليه مخلصش، بينزل لمركز الأرض. الريحة اتغيرت تماما، مفيش ريحة ياسمين، مفيش ريحة كلور. الريحة اللي موجودة ريحة طينة مبلولة وريحة عظم قديم بيتحلل. فجأة عصام لقى نفسه واقف في صالة شقته تاني، بس الشقة ما كانتش هي. السقف اختفى، وبدل منه بقى في سحابة سودة تقيلة ينزل منها خيوط. الدم الجدران اللي كانت جلد بدأت تقشر وبان وراها طوب.
مكتوب مقابر، مكتوب عليه أسامي وتواريخ، وفاة ناس ما يعرفهمش، بس كلهم ليهم لقب واحد: الجرحي، عيلة عصام اللي نسي أصلهم. عصام حاول يصرخ، بس اكتشف إن حنجرته بدأت تتملي رمل. كل ما يفتح بقه عشان يتنفس الرمل يدخل ويخنق صوته. بص لإيده لقى ضوافره بدأت تطول وتتحول لمخالب، وجلده بدأ يتشقق ويطلع منه دود بيتحرك ببطء تحت المسام. عصام بدأ يهرش في جسمه بهستيريا، يقطع جلده عشان يخرج الدود، بس كل ما يقطع حتة الدود يزيد ويطلع مع صوت ضحكة مكتومة من جوه صدره. في المطبخ المهدوم خرجت نادية تاني، بس المرة دي ما كانتش ماشية، كانت بتزحف على الحيطة زي البرص، جسمها بزوايا مش طبيعية ورقبتها 180 درجة لورا. وشها ما كانش فيه ملامح غير فتحة واسعة مكان البق، مليانة أسنان مشروخة. قربت منه وهي بتهمس وصوتها كأنه صوت احتكاك صخور: عصام، انت فاكر انك قتلتني عشان تسكتني؟ انت قتلتني عشان تفتح لي الباب. الشقة دي ما كانتش بيت، الشقة دي كانت سد حامي المنطقة كلها من اللي تحتها، وانت بدمي كسرت السد ده. الأرضية بدأت تنفجر وبدأ يطلع منها توابيت خشب متكسرة، توابيت بتفتح وخرج منها أجساد ملهاش ملامح، لابسين أكفان مهلهلة. الأجساد بدأت تحوط عصام في دايرة، وبدأوا يرقصوا رقصة الموت، رقصة بطيئة تقيلة على صوت خيط، على صوت خيط العظم. عصام لقى نفسه بينجذب لوسط الدايرة. نادية نزلت من على الحيطة ووقفت قدامه، مدت ايدها وطلعت من فتحة بقها خيط طويل مربوط في آخره مفتاح دهب. قالت له وهي بتلمس السائل الأسود من عينها: المفتاح ده باب الشقة، بس تمنه عينك اليمين. هتديها لي يا عصام، ولا تفضل هنا حارس للتراب، حارس للتراب دي للأبد؟ عصام من كتر الرعب اللي هو فيه والألم مد ايده لعينه، بس قبل ما يلمسها الأرض انشقت تحت بجد. الشقة كلها غارت في الرمل. عصام لقى نفسه بيغرق في بحر من الدود. دود أبيض بيغطي وشه، بيدخل في ودنه، كل حتة فيه، بس الرمل كان بيشده لتحت بقوة جبارة. وفي وسط الغرق ده سمع صوت منصور السباك، صوت جاي من بعيد: يا باش مهندس، المواسير اتسدد بدمك، والتحصيل مش بفلوس، التحصيل أرواح. عصام فقد الوعي وهو بيحس بإيد نادية بتمسك رقبته تحت الرمل وتقوله: لسه يا حبيبي، احنا لسه ما وصلناش للقاع. عصام ما بقاش بيحس بجسمه، بقى بيحس بالخوف. لقى نفسه فجأة قاعد على كرسي حديد في وسط صالة شقته، بس الصالة ما بقتش صالة. النجفة اللي كانت موجودة بقت عنقود من جماجم بتنور بضوء أخضر باهت بيطرد أي أمل في النجاة. والسفرة الطويلة اللي كان بيعزم عليها أصحابه بقت منصة عالية، قاعد وراها 3 ملهمش وشوش، لابسين أكفان من جلد بني آدمين. عصام حاول يقوم، لقى إيده ورجليه متخيطين في الكرسي بسلوك شيكة بتغرس في لحمه كل ما يتحرك. القاضي اللي في النص رفع إيده وبصوت كأنه خبط من حديد في حديد قال: الاسم عصام الجرحي، التهمة الغدر بالدم، الحكم القصاص بالقطعة. عصام صرخ
بصوت مبحوح: أنا ما عملتش حاجة، هي اللي استفزتني، هي اللي خلتني أعمل كده. وفجأة الصمت ساد المكان. خرجت نادية. نادية المرة دي ما كانتش بتزحف، كانت لابسة فستان فرحها اللي اتدفنت بيه، بس الفستان كان اسود ومقطوع ودايب في السايل الاسود. وقفت قدام المنصة وشاورت على الجدار المهدوم في المطبخ. الجدار بدأ يخرج منه ألسنة لهب باردة، وبدأت تظهر صور ليلى والمعلم سيد، وكل واحد عصام داس عليه عشان يوصل. القاضي التاني نطق: ليلى طلبت لسانك اللي كذب عليها، والمعلم سيد طلب ايدك اللي سرقته، ونادية طلبت عمرك كله. ليلى ظهرت من العدم، كانت ماسكة في ايديها مقص جراح مصدي، وقربت من عصام وهي بتضحك ضحكة هستيرية: فاكر لما قلت لي انك هتساعدني في الترقية وبعدين طعنتني في ظهري؟ انا النهارده هاخد صوتك عشان ما تكدبش على حد تاني. عصام لقى بقه بيتفتح بغير ارادته، والمقص بدأ يقرب من لسانه. صرخة هزت ضغط الشقة، بس مفيش حد سمعه غير الجلادين. الدم بدأ يسيل على صدره، والريحة بقت ريحة رناخة وصدأ. وفي اللحظة دي نادية قربت منه، مسحت الدم من على وشه بإيديها اللي ملمسها كأنه صنفرة، وقالت له بهمس: لسه يا عصام، أول فصل في المحاكمة، احنا لسه يا حبيبي، لسه ما رحناش للقلب. ظهر ميزان ضخم في وسط الصالة، دفنوا اليمين فيها ريشة ياسمين، والكفة الشمال فيها كتلة من الأسمنت الناشف. القاضي التالت قال: لو قلبك أخف من الياسمين هتمشي، لو اتقل من الأسمنت هتدفن حي. نادية مدت إيديها جوه صدر عصام من غير جرح، سحبت قلبه. قلب كان لونه رمادي ومطفي كأنه قطعة فحم قديمة. حطت القلب في الكفة، الميزان طب في ثانية ناحية الأسمنت، الجدران صرخت، والأرواح اللي في الشقة بدأت تلطم وتصوت. القاضي رفع المطرقة عبارة عن عظمة فخذ، وخبط على المنصة خبطة زلزلت الأرض. القرار: الدفن حي مع الزوجة لوقت واحد وللأبد. عصام لقى الكرسي يتحول لتابوت خشب، وبدأ الغطا ينزل عليه ببطء. نادية نطت جوه التابوت معاه وحضنته حضن الموت، وشها لزق في وشه، والأسمنت اللي في جسمها بدأ يسيح ويمسك في جلده كأنهم بيتحولوا لكتلة واحدة. عصام شاف من فتحة التابوت قبل ما يتقفل منصور السباك، وهو واقف بعيد وماسك المفتاح غرقان دم، وبيقول له: الدور عليه. التابوت اتقفل. عصام سمع صوت المسامير وهي بتدق في الخشب فوق راسه، وبعدين سمع صوت الطيران وهو بيترمي بغزارة فوق التابوت، هو ونادية في متر واحد تحت أرض الشقة اللي كان فاكر إنه بيملكها. الضلمة اللي جوه التابوت ما كانتش سود، كانت رمادي بلون الأسمنت. عصام حاسس بتقل جبار فوق صدره، كأنه عمارة التجمع كلها مبنية فوق الغطا الخشب اللي بيفصله عن الحياة. نادية مش بس جنبه، نادية جواه. جلدها الميت بدأ يلحم في جلده، وأطرافها المتكسرة بدأت تداخل مع ضلوعه، كأنهم بقوا كيان واحد مشوه، نصه حلم ونصه كابوس. عصام بيحاول يحرك ايده، بيزق الغطا، بس الايد مقتولة، خيطة في كفن نادية بأسلك من نحاس المصدي. والتراب اللي بيترمي فوق التابوت لسه شغال، كل خبطة كانت بتهز كيانه وبتحسسه ان الاكسجين بيفلت منه زي الرمل من بين الصوابع. نادية مالت على ودنه، ولسانها اللي ملمسه زي ورق الصنفرة لمس خده، وهمست بصوت طافي لأول مرة الحقيقة قبل ما يقتلها: فاكر يا عصام؟ فاكر لما قلت لي في الفرح انك مش هتقدر تعيش من غير ثانية واحدة؟
ضحكت ضحكة مرعبة. انت وفيت بوعدك يا حبيبي، احنا دلوقتي مع بعض وسنين وللأبد. فجأة عصام حس بحاجة باردة بتخترق الخشب وتدخل جوه التابوت. الدود الأبيض بدأ يدخل من شقوق المسامير، آلاف من الدود الجعان اللي جاي شاركهم فرحهم، بس فرحهم الأسود. الدود بدأ يمشي على وش عصام ويدخل في عينه. نهديه عصام بيصرخ، بس يبقى فوق ملا بالدود والرمل اللي بدأ يتسرب من فوق. وفي اللحظة دي عصام شاف رؤية أخيرة. شاف شقتهم من فوق، شاف الشرطة وهي بتكسر الباب. دخلوا لقى الشقة نضيفة زي الفل، مفيش جدار مهدوم، مفيش دم، مفيش أي أثر للجريمة. شاف المهندس اللي جه عاين الشقة عشان يبيعها وهو بيدوس برجله على البلاطة اللي تحتها التابوت وبيقول: الشقة دي لقها ملوش مثيل. عصام كان عايز يخبط، عايز يصرخ: أنا هنا، أنا لسه عايش، أنا مدفون تحت رجلك. بس صوته كان بقى هوا مسموم. نادية ضحكة هزت التابوت وقالت له: محدش هيسمعك، انت بقيت الأساس بتاع البيت، انت السكوت اللي سكن الحيطان. تراب غطى التابوت بالكامل. الضغط بقى رهيب. عظم صدر عصام بدأ يتقطع ويتكسر تحت الوزن. قلبه عمل دقة أخيرة، دقة مليانة ندم متأخر قوي. نادية حضنته بقوة خطيرة، والشهداء في وشه لحد ما بقوا ملامح واحدة. سكون تام، مفيش صوت، مفيش حتى صوت نفس. عصام ونادية بقوا ذكرى مدفونة، تجمع، سر ما يعرفوش غير جدران البيت، الجدران اللي سكنها الصمت الأبدي. المهندس الجديد سكن الشقة وبخرها بالبخور، بس كل يوم الساعة 3 الفجر كان بيشم ريحة ياسمين خفيفة وبيسمع صوت خربشة ورا جدران المطبخ، كأن في حد بيحاول يصحى من النوم بس مش قادر يصحى.